حكم ماتش فيوتشر والتعادل الايجابي تعتبر برضو يعني نتيجه لا باس بها في ظل طبعا الموقف الخاص بالمباراه والشكل التحكيمي للي شاف اللقاء. كان في بعض الامور التحكيميه للحكم النهارده. دائما كان في بعض الامور الخاصه بانه بيحجم اللعب، بيحاول يعني فكره الفاولات المعاكسه دائما لفريق فيوتشر. كان يعني بعيد تماما على الفير او بعيد تماما على العدل التحكيمي في هذا اللقاء من وجهة نظري الشخصية. لكن فريق فيوتشر فريق منظم، فريق عرف يرجع للمباراة مرة اخرى. كان مغلوب 1-0، وزي ما بقول لكم كده اللي اتفرج على الماتش الفريق الاخر فريق برضه لا يستهان به، منظم، فريق كويس. ما يعني ما يقولش ان الاسم ده ممكن ما كانش موجود على الساحه. اسكو كارا التجوري مش موجود على الساحه الافريقيه بالشكل الكبير، لكن اللي اتفرج على الماتش يقول لا هو فريق كويس، وقدر فريق فيوتشر انه يعود مره اخرى للقاء وبياخد نقطه مهمه في هذه المجموعه من خلال طبعا ايضا وجود بيراميدز في نفس المجموعه. نتمنى ان شاء الله يعني الفرقتين يصعدوا. بيراميدز وتعادلوا النهارده برضو الامور بالنسبه له يعني كنت اتمنى ان بيراميدز في اول مباراه ليه على ارضه ان هو يكسب. تقدم بيراميدز من خلال مصطفى فتحي بهدف جميل ايضا لمصطفى فتحي، ولكن قدر الجيش المغربي انه يتعادل ويتقدم. ولولا عبد الله السعيد بهدف رائع، لو احنا نبتدي يعني صور الماتش طلعت خاصه ببيراميدز، مباراه بيراميدز، لولا عبد الله السعيد والهدف الرائع اللي احرزه في نهايه اللقاء، نتكلم في الدقيقه 75، يعني خلاص كان الماتش فاضل له 10 دقائق، كانت الامور هتبقى صعبه جدا على بيراميدز. واضح جدا ودي مشكله موجوده، بقول انها مشكله موجوده في كل الفرق المصريه الحقيقه، قلب الدفاع والجزء الدفاعي والتمركز الدفاعي بالنسبه للفرق المصريه. قدر النهارده سواء بقى اسكو كارا ان هو يحرز هدف في فريق فيوتشر، وبرده الجيش الملكي ان هو يبقى على ارض بيراميدز وبيلعب في القاهره ويحرز هدفين ويصعب الموقف على بيراميدز، اللي يعني التعادل بالنسبه له برده احسن من الهزيمه، وياخد نقطه مهمه في مشواره في هذه المجموعه. يعني كنت اتمنى الامور الخاصه بالمباراه النهارده. عنده لعيبه كويسه الحقيقه، باتشيكو عامل نتائج في الفتره اللي فاتت رائعه، افضل بكتير كتير جدا جدا من الفتره اللي فاتت. يعني تغيير للمدربين البيراميدز كان موجود على امل ان يبقى في عدد من المباريات يكسبها بيراميدز باستمرار او عدد كبير. ده حصل مع باتشيكو فقط حتى الان. النهارده ما بيخسرش، بيتعادل لكن النقطه دي يعني شايفها كانت افضل بالنسبه لبيراميدز، 3 نقاط، خصوصا ان هو بيلعب على ارضه. هناك الجيش الملكي المغربي هيبقى الوضع مختلف، لسه هيقابل برضه فيوتشر في المجموعه، لسه هيقابل اسكو كارا، وانا بقول لكم فريق كويس جدا، وبالتالي المجموعه صعبه مش سهله. النهارده في المجموعه دي التعادلات كلها في المباراه كل واحد نقطه في مجموعه بيراميدز وفيوتشر والجيش الملكي المغربي واسكو كارا التجولي، كلهم كل واحد ليهم نقطه. ده الماتش النهارده. نتمنى طبعا زي ما احنا بنقول دايما الفرقه المصريه كل ما بتكمل في البطولات دي كل ما الحاله الكرويه المصريه بتبقى ليها شكل مختلف ورونق حلو احنا بنستمتع بيها. ان شاء الله كل الامور تمشي زي ما احنا عايزين، والفرقه المصريه تكمل لابعد حدود، سواء بقى الاهلي والزمالك اللي يمكن عانى في الفتره الاخيره او اخر ماتش كان امام